انا ببارك طبعا وبارك لكل المصريين بالانتصار في الثوره بتاعتنا. انا عاوز بس في كلمه انا لن اتسامح فيها بالنسبه لنفسي انا، الذين هاجموا الثوره وهاجموا الثوار سواء ادباء سواء اعلاميين سواء اي شيء، انا نفسيا لن اتسامح في هذا. كلنا كتبنا عن الثوره، كلنا كتبنا عن كذا قبل كده والبتاع، لكن اللي ما حضرش واللي ما كتبش او اللي هاجم، اللي هنقول اللي واقف على الحياد ده انا هستثنيه، لكن اللي هو طلع وهاجم الثوره من اعلاميين من فنانين من ادباء من اي شيء، انا لن اتسامح معاه كشخص كده. بالنسبه للحزب، انا شايف ان في حزب اتعمل بالفعل او اتاسس اسمه 25 يناير، مش حزب الشباب بس زين، واذا كان ده طرح ممكن يكون طرح استغلال ايضا للثوره، جيد يبقى في حزبين بدل حزب واحد. بالنسبه ل انا قلت الانتخابات تكون شباب وتكون كبار، ما تكونش فئات وعمال وعمال وفلاحين وفئات. بالنسبه للشباب من سن مثلا 30 لسن 40 او سن 50 او 45 تحديدا، وبعدين بحيث ان الشباب تكون ممثله. انا عاوز اقول بس اتحاد الكتاب يا جماعه، انا بتكلم سريع. اتحاد الكتاب انتظرت منه الكثير بالفعل، ولكنه للاسف لم يقدم الا الفتات. انا العبد لله اللي قدامكم وفاء امين معايا، وفي اخوات مش اعضاء اتحاد عملنا يافطه ووقفنا فيها في اتحاد الكتاب كده، ووقفنا باسم اتحاد الكتاب ان احنا مع شباب الثوره. انا اتقابلت مع استاذ حسين واستاذ حسين نام في الميدان التحرير، اتقابلت مع شرقاوي، اتقابلت مع ابو علي ومع احمد توفيق، مع ناس كتير جدا، ناس كافراد. اتحاد الكتاب اتحاد الكتاب لم يتحرك جماعيا، اتحاد الكتاب لم يتحرك جماعيا سوى يوم الخميس. يوم الخميس اللي فعلا ناس طلعنا مش جماعيا، ده كانوا 4 5 مثلا. لا كانوا 4 5. النهارده معلش انا كنت معاهم يا جماعه. انا بقول النهارده يا جماعه ده حجر ده قدموا كده على اللي بيتكلم. مقصوده ان النهارده بالفعل احنا كنا جايين مجتمعين هنا ودعيت ناس زي دعا لهذا اليوم ان احنا نطلع من هنا الى التحرير. التحرير ما زال الناس فيه وما زالوا بيحتفلوا وما زالوا هيتنوهم معتصمين مع حضرتك لحد ما تحقق هذه المطالب او ياخدوا يعني حاجات في ايديهم ملموسه ان هذه المطالب تتحقق عشان الثوره تنجز حاجات. انا عاوز اشوف ان ابن الرئيس لو نجح الحزب، انا على فكره نفسي حصر الحزب الوطني زي يبقى الحزب المحظور زي ما في الاخوان المسلمين حزب محظور. انا مع تغيير فعلا محطه. ما بقاش محظور دلوقتي الاخوان المسلمين، هيبقى حزب. يا ريت يا ريت. هو قصدي يبقى الحزب المحظور على وزن مع اقامه تمثال او اقامه نصب تذكاري في التحرير مع تغيير مبارك، ده مهم جدا. كل ما يحمل اسم مبارك. مش هنقول كل برضه عشان ما اسمهم كتير، مسميات كتير. اصل المدرسه مكتوب عليها مبارك مش هتلغيها. وماما حسين والنبي. كله بيتلغى كله بيتلغى. انا عاوز اقول بس حاجه، دعوه بس للاستاذ حسين والقصائد يا جماعه التي قيلت في الثوره، سواء بتحمس كتبنا قصائد عن الشهداء عن كذا عن كذا، ارجو ان يكون في تجميع من اتحاد الكتاب يا استاذ حسين تاخد هذه القصائد وتنزل في كتاب تبع نشره الاتحاد. شكرا.